بصوا بقى شوفوا. السلام عليكم، اهلا بيكم في مطبخي. وصفتنا النهارده الاستريبس اللي احنا تبلناه مع بعضنا. هنعمله بطريقه حلوه قوي واحسن من اللي جاهز وانضف ومقرمش، ولاخر قطعه هتاكليها باذن الله. هينفع في السندوتشات، ينفع تعمليه جنب شويه رز، جنب شويه مكرونه. تحفه ولذيذ جدا وسهل جدا. سهل جدا عشان احنا تبلناه وشلناه في الفريزر، يعني جاهز على التحمير. مش هياخد مننا وقت تماما خالص. ممكن على فكرة نشيله نص تحمير ونشيله في الفريزر، نعمله نص تحمير مثلا ونشيله في الفريزر، بس كده بيبقى احسن. تمام، هو ما خدش مني وقت خالص. يلا بينا نشوف عملناه ازاي. طبعا ده الكيس اللي انا كنت متبلاه معاكم في الفيديو اللي قبل كده. هو كان لسه مجمد شويه فحاولت افكه. انا فكيته في الميكرويف بس ما حبيتش ازود الفك في الميكرويف عشان ما يسخنش. فكيتهم كده عن بعضهم اصابع الستريبس. نجهز بقى الطبقه اللي احنا هنغلف بيها الستريبس. سهله جدا، انا عملته قبل كده وفي ناس كتير عملوه قبل كده. هنا احط كميه دقيق حلوه لان هنبدره مرتين. فحطيت حوالي 3 كوبايات دقيق. واهم حاجه النشا، وما نكترش نشا. انا هحط حوالي نص كوبايه صغيره، يعني حوالي معلقتين نشا. تمام. هحط له شويه بهارات بسيطه كده، شويه فلفل اسود، شويه بابريكا، رشه بسيطه من الملح لان هو كده كده متبل. دي شطه طبعا، اللي يحب السبايسي. هنقلب كده الدقيق مع بعضه مع النشا. ما نكترش النشا عشان ما تحجرش الطبقه الخارجيه. ابتدي بقى احط الستريبس مباشره كده في الدقيق. حطيت هنا ورقه فويل او كيس بلاستيك او صينيه اللي يعجبكم. دي كانت ورقه فويل مستخدمه عندي، حبيت استغلها. ورقه الفويل لما بتكون سليمه عندي بطبقها نضيفه، يعني بطبقها واشيلها في الدرج لحد ما اجي استخدمها استخدام تاني. هنا حطيت كميه كده وبدرتهم، وقعدت ابدر فيهم حوالي دقيقه كده زي ما انتوا شفتوا. بعد كده رفعتهم من الدقيق. اكمل الباقي، اخلص كل الكميه واحطها على قطعه الفويل دي. هنا بقى ده باقي التتبيله. هزودها ميه ساقعه، ولو في تلج حطوا تلج برضو. ابتدي بقى اعمل هناخد الستريبس اللي احنا بدرناه اول مره، هنغمسه في الميه كده واحطه في الدقيق مره تانية. ما نكترش طبعا في الصينيه واحنا بنحط الستريبس عشان ما يعجنش الدقيق معانا. يعني شويه بشويه زي ما انتم شايفين كده. ابتدي برضو اعمل الحركه الدائريه في الستريبس كده مره واثنين وثلاثه، يعني 20 مره تقريبا عشان يديني الطبقه الخارجيه اللي هي بتبقى مقرمشه، والخيوط اللي هي بتبقى في المميزه للستريبس. شايفين عامل ازاي؟ هنا بقى خلصت كده. الزيت عندي جاهز، الزيت سخن. ادي حله التحمير اللي بقول لكم عليها. انا عندي حله دي من زمان عندي، هي اسمها حله تحمير فعلا وليها شبكه وكل حاجه. فحلوه قوي، ما بتوسخش البوتاجاز. بيبقى الزيت عميق. هنا الزيت سخن لكن مش درجه حرارته عاليه قوي عشان يسوي الستريبس بتاعي طبعا وما يتحرقش مني. هحط كميه الستريبس المناسبه للطاسه. مملاش الطاسه قوي عشان اعرف اقلبهم، والطبقه الخارجيه ما تقعش وانا بقلبهم. وما اقلبهمش مباشره، اسيب الطبقه الاول تنشف وبعد كده اقلبهم على الناحيه التانية. شايفين عامل ازاي؟ ما شاء الله. طبقه ماسكه فيه، ما وقعتش مننا في التحمير في الزيت كده. خلاص اللون ده حلو قوي. طلعوا اهم حاجه برضو من خطوات نجاح الستريبس او المقرمشات او المقليات المقرمشه، بنطلعها على شبكه، ما بنطلعهاش على منديل او ورق زبده. تمام. شايفين عامل ازاي؟ ما شاء الله. جربوا التتبيله بتاعته بسيطه قوي، وجربوا الطريقه في البيت هتعجبكم وتعجب الاولاد، ومتوفر دايما في البيت، اوفر بكتير لو جبناه من بره. ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم، وان شاء الله الفيديو ما يكونش طويل عليكم، وباذن الله اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.